كابتن احمد حسام ميدو الشهير بالعالمي كان مأكد لنا ان شعبيه الزمالك في الخليج هي شعبيه جارفه، لكن يتفاجأ ميدو واتحاد الكوره والزمالك ان المسؤولين في الامارات رفضوا اقامه لقاء نهائي الكاس بين الزمالك وبيراميدز في الامارات، وده لسببين مهمين جدا. اولا ان هم ما لقوش شركات راعيه قبل باقامه المباراه اساسا، لان هم عندهم شك ان جمهور الزمالك يقدر يملى المدرجات. قام كابتن احمد حسام ميدو كلمهم وقال لهم ازاي يا جماعه شعبيه الزمالك في الامارات وفي دول الخليج جارفه، احنا هنملى الاستاد في ثواني. قالوا له خلاص طالما انت متاكد انك تقدر تملى الاستاد في ثواني اشتري جميع التذاكر وبيعها انت لجمهورك، بس احنا نضمن فلوسنا. ميدو رد عليهم قال لهم لا والله ده شويه حوارات انا بهري بيها على جمهور الزمالك، هي ولا شعبيه جارفه ولا نيله، اصلا محدش طايقنا. تاني سبب ان هم المسؤولين في الامارات ما عندهمش رغبه في استقبال الزمالك اساسا بعد المشكله اللي عملها الثلاثي المشبوه واتسجنوا فيها. تاني حاجه متضايق منها مسؤولين في الامارات ان وزير الشباب والرياضه المشغول بمشاكل الاهلي بس وعمال يدور لنا على اي مشكله، اداهم وعد ان في حال الافراج عن الثلاثي المشبوه ان سيتم اتخاذ اجراءات ضدهم في مصر ومعاقبتهم، ودي حاجه ما حصلتش. لما نقول لجمهور الزمالك ان ميدو والمسؤولين بيهروا عليكم بشويه كلام، ولا هي شعبيه جارفه ولا في شركات راعيه بتقتل نفسها عليكم، ولازم تعرفوا قيمه النادي عندكم، ان ليه الاهلي بفلوسه اكتر وليه الاهلي الناس بتتسابق ان هي تستقبله وتعمل له مباريات، لان الاهلي قيمه، الاهلي منتج، الاهلي فريق بيجيب فلوس، الاهلي اي شركه تحلم انها تحط اسمها على تيشيرت النادي او ان هي تستضيف النادي يلعب مباراه. عرفتوا الاهلي بيجيب فلوسه منين، وعرفتوا حجمكم الحقيقي، وعرفتوا ان انتوا ما تمشوش ورا ميدو وحسين لبيب واللي بيهروا عليكم باي كلام، وانكم تشتغلوا على نفسكم. فالخاسر الوحيد من الموضوع ده كله هو الزمالك. خسر اولا ان زيزو هيلعب مع الاهلي عادي جدا وهيتقيد، خسر ان هو مش هيعرف يحقق ايرادات زياده من المباراه، ثالث حاجه هو ريح بيراميدز واداله فرصه ممتازه جدا انه ياخد البطوله.